ايه اللي يخلي براند يبعت لي اصور منتجه؟ انا جالي الاوردر ده، تعالوا نفتحه مع بعض واقول لكم ليه اصحاب البراندات بتبعت لي اصور منتجاتهم. بصوا، هو انا عموما المره دي مش هقول لكم ان يو جي سي كرييتور والكلام ده، خلوني المره دي اتكلم بشكل عادي وطبيعي اكتر، وان اي حد مش فاهم حتى يعني ايه يو جي سي هيفهم كلامي. انا بالنسبه لاي شخص عنده منتج انا يعتبر 6 في 1. يعني ايه؟ يعني انا اللي بصور منتجك وبصوره لك طبعا بشكل مميز ومختلف عن الاعلانات التقليديه. تاني حاجه، انا اللي بكتب لك السكريبت مش انت اللي بتجهز، وطبعا السكريبت اللي انا بكتبه لك بيكون مدروس وقائم على اسس تسويقيه صحيحه، مش مجرد ان انا بقول اي كلام عشوائي عن المنتج وخلاص. تالت حاجه، انا اللي بعمل لك المونتاج للاعلان عشان يبقى جاهز وتقدر تستخدمه. رابع حاجه، انا الموديل، فانت مش محتاج تدفع مصاريف زياده عشان تجيب حد يمسك منتجك ويصور. خامس حاجه بقى، وانا شايفه ان دي اكتر حاجه هتريحك انت، ان انا مش بشيلك هم حاجه. يعني انا بقترح عليك كذا فكره لعمل الاعلان بناء طبعا عن العميل المستهدف للمنتج بتاعك، او انت بيكون عندك فكره معينه، انت بتسلمني الفكره او بتوافق على الافكار اللي انا بقول لك عليها، وانا اللي بنفذها من A to Z وبسلمها لك على هيئه اعلان جاهز على النشر. سادس حاجه بقى والاهم بالنسبه لك هي التكلفه. تكلفه الاعلان اللي انا بعمله لك مقابل كل المواصفات اللي انا لسه قايلاها دلوقتي، فهي حرفيا تكلفه صفه واحده من الصفات اللي لسه قايلاها وبس كده. وانا خديجه، يو جي سي كرييتور، موجوده في الامارات. ولو انت ما جربتش حجم المبيعات من اعلان يو جي سي، فاعتقد ان دي افضل فرصه تجرب فيها اعلان يو جي سي، لان انا عامله حاليا عروض مميزه جدا بمناسبه اليوم الوطني.